الصين كانت دولة شيوعية 100%، مفيش حاجة اسمها شركة خاصة. لكن فجأة الحكومة قالت للناس لو عندك أرض اشتغل بيها بنفسك، ولو عندك فكرة مشروع صغير اتفضل. الكلام ده فتح الباب لناس كتير كانوا عايزين يتحركوا بس ما كانوش قادرين. الفلاح بقى يقدر يكسب فلوس من شغله بدل ما كل حاجة تروح للحكومة، وبدأت تظهر ورش صغيرة، محلات، مصانع بسيطة. الاقتصاد بدأ يتنفس لأول مرة. فكرة المناطق الاقتصادية الخاصة دي كانت ضربة عبقرية. الصين اختارت شوية مدن أهمها شنزن، وقالت ببساطة المدن دي هتقلد فيها النظام الرأسمالي بس على صغير، نجرب نشوف هيمشي ولا لأ. ايه اللي حصل؟ انفجار حرفيا. شنزن اللي كانت قرية صيادين بقت مدينة مليونية في أقل من 10 سنين. الشركات الأجنبية دخلت، المصانع اتفتحت، فلوس ضخمة بدأت تتحرك. والأهم، الصين اتعلموا ازاي العالم الصناعي شغال. والحكومة كانت بتراقب التجربة، ولما لقت النجاحات بتتكاثر بدأت تكرر النظام في مدن تانية.